معقول البسلة بيتعمل بيها كده وانا اللي كنت مفكراها بس للطبيخ؟ صاحبتي التركية القردة بتعمل وصفة حلوة جدا جدا بالبسلة. بجد ما تخيلتش تكون كده، ده انا كنت بشتريها من بره ب1000 جنيه. تعالوا بينا بقى نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة، فيديو حصري هيعجبكم جدا جدا. بس يا ريت قبل ما نبدأ نصلي على الرسول، ويلا كده نشوف الفيديو بتاعنا. معايا كيلو من البسلة، طبعا البسلة اليومين دولت متوفرة حلوة جدا جدا. بسلة سكري جايبة الكيلو ب20 جنيه. فرطتها زي ما انتوا شايفين كده، طعمها مسكر. بسلة سكري جميلة جدا جدا. نحاول بس واحنا بنشتريها نلاقيها محببة كده ومزققة كده زي ما بيقولوا. وبعد ما فرطناها كده هنحطها في طبق كده وهنغسلها كويس جدا. هنحضر فوطة بقى كده نفردها على صينية. وبعد ما البسلة بتاعتنا تتصفى في المصفى كويس هنحطها على الفوطة لحد ما تجف، او ننشفها كده بالفوطة كويس قوي. بعد ما تنشف بقى هحطها في الصينية تاني، وهنحطها بقى في الفرن اللي هو التوستر على درجة حرارة أقل من 50. أو ممكن بقى لو عندك شمس حامية تحطيها في الشمس لحد ما تتجفف. طيب احنا كده جففنا البسلة اهو زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى شفشق الخلاط أو المطحنة بتاعت التوابل وهنطحن فيها البسلة بتاعتنا كده بقى لحد ما تنطحن كويس. الموضوع سهل وبسيط. هتعملي ايه يا رشا؟ ده انا هعمل لكم دلوقتي وصفة هتدعولي عليها. بصوا بقى احنا كده طحناها، انا طحنتها في المطحنة لاني لقيت الكبة مش طحناها حلو. هجيب كمان كوباية من السوداني المتقشر وهطحنهم برضو كده في الكبة. السوداني ما بياخدش وقت خالص، طحنتين كده. وحطيت نقطتين قصنص فستق. عايزه اقول لكم جايباها قطاره كده ب30 جنيه من السوبر ماركت، بتدي ريحه حلوه قوي كانه فستق طبيعي، يمكن تكون احلى كمان من الفستق الطبيعي. وحطيت نقطه لون اخضر غذائي. وهنقلب كل الحاجات دي كده مع بعضها. طبعا احنا عارفين ان الفستق الاصلي طبعا برقم، يعني الفستق بكام؟ الفستق لو انت عايزه تطلعي شويه هتجيبي الكيلو بفلوس كتير. لو انت عايزه بقى تطلعي شويه زي دول يمكن يعدي ال1000 جنيه كمان. ومش هيكون حلو زي ده. يعني عايزه اقول لك ان القصنص الفستق مدي طعم حلو قوي للفستق الكذاب. يعني الفستق الكذاب احلى من الفستق الحقيقي، تخيلوا بقى. انا جبت دلوقتي جلاش، فردتها كده ودهنتها سمنه، وهناخد بقى من الفستق بتاعنا كده نرشه. مش عايزه اقول لكم بقى على ريحته عامله ازاي. القصنص مديله ريحه حلوه قوي. طبعا ده لو متاح عندك ان انت تجيبيه هتجيبيه، مش متاح عندك اعمليه وهيبقى حلو جدا جدا برضو. لان السوداني مع البسله مدين طعم حلو قوي. وطبعا كلنا عارفين ان البسله يعني عارفين فوائدها قد ايه، يعني حاجه مفيده كمان. طبعا انتوا عارفين ان الفستق الاصلي بتبقى النكهه بتاعته ضعيفه، يعني ما بتبقاش يعني نكهته مميزه قوي او ريحته بتبقى مثلا تتشم من على بعد. فانت لما بتحطي القصنص على الحاجات اللي احنا حطيناها دي لا بتديكي طعم حلو قوي. جربوه، انا واثقه ان هو هيعجبكم. انا دهنت بقى الجلاش كده بالسمنه وحطيت رشه من الفستق وقفلتها كده رول. وطبعا الصينيه اللي احنا حاطين فيها دهنينها سمنه، عملت بس كام واحده كده بس علشان بس اوريكم شكله بيكون ازاي. يعني انتوا عارفين شكله زي، يعني انتوا عارفين البقلاوه اللي هي التركي اللي هي بتنباع، اللي هي البقلاوه البيضه اللي بتبقى بالفستق الاخضر اللي بتبقى لونها اخضر قوي، هم بيبقوا عاملينها كده بنفس الطريقه. لانهم هم لو حاطين فيها فستق حقيقي هيبيعوها بكام؟ هتبقى غاليه جدا 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 عما ما بنشتريها يعني. طبعا مع معلقه سمنه بلدي بقى لو عندك، مش عايزه اقول لك على الجمال. كده انا دخلتها الفرن اهو واستوت. البقلاوه البيضه بتاخد نار هاديه خالص. يعني انا كنت مهديه النار ومع ذلك يعني احمرت برضو شويه من تحت. هي ما بتاخدش وقت خالص، يا دوب بتسيبيها شويه كده وتشمع كده وتلاقي ورق الجلاش قب كده خلاص تطلعيها. سقيتها بقى كده بشويه شربات اهو. بجد طعمها حلو جدا يا بنات. ممكن حته قشطه بلدي بقى لو عندك. ادي الفستق، بصوا عملنا كميه حلوه اهو منه. جربوه وانا واثقه ان هو هيعجبكم جدا جدا. عايزه اقولك الكميه اللي احنا عملناها دي هتنفعنا طول شهر رمضان. بص انا اخدت واحده علشان ادوقها، والله العظيم طعمها حلو جدا جدا ومش باين فيها البسله. احنا كده اخدنا فوائد الفايده بتاعت البسله، يعني حاجه كلها فوائد. ومحدش هياخد باله خالص ان هي بسله، ولا هيبان ان هي فستق كداب. جربوها واستنى رايكم.